وفي أحد الأيام كان طاقم العمل يقوم بتدريبه المعتاد للتعامل مع الحرائق. أحدهم كان مراهق يبلغ من العمر 17 عاما يدعى جون. تحدى أصدقائه أنه سيخرج من البوابة 13 قبل أن تغلق ب5 ثواني، وبالفعل عندما أوشكت البوابة على الإغلاق ركض مسرعا، ولكن لسوء الحظ البوابة كانت أسرع منه، فقسمت جسد الصبي قسمين في واحد من أبشع المشاهد أمام أعين جميع زملائه. امتلأ جميع المكان بالدماء التي تسيل كالنهر من جسد جون، تليها صرخات زملائه، ولا زال كل من يعبر ذلك المكان يسمع صوت شخص يطلب النجدة ويصرخ ويتأوه من الألم أو بشيء يمسكه من الخلف.